بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن حاجه مهمه، ويمكن يا جماعه احنا اتكلمنا فيها في اغلب فيديوهاتنا وقلنا يا جماعه بلاش اللي احنا نروح لفني يكون قليل الخبره في بلسر 180. طبعا يا جماعه احنا قلنا قبل كده لان بلسر 180 مكنه سهله جدا بس للي فاهم فيها، لكن صعبه جدا للي مش فاهم فيها. المكنه ما فيهاش اي حاجه احنا ممكن نشوفها صعبه، لان احنا طبعا كل شغلنا بلسر 180 زائد 200 NS. طيب النهارده جالي الباشمهندس شرفني بنفك، قال لي انا مغير ورق دبرياج امبارح عند فني، وبعد وانا بفك طبعا تقسيمه المكنه من ترس الاتزان ما يظبطهاش سباك، يعني ده شغل واحد سباك مش شغل واحد صنايعي. طبعا يا جماعه الصناعيه كلها على دماغي، لكن انا عايز يعني لان بالنسبه للشغل اللي معمول طبعا الصنايعي اللي هو بيكون قليل الخبره ما بيكونش خسران حاجه، كل اللي بيكونوا خسرانه هو العميل. جينا نفك لقينا ان الموتوسيكل فيه رعشه جامده جدا يا جماعه، وفي زنه وفي مكان اهتزاز، غير لان الدبرياج ما بندي غيار بنلاقي لان المكنه بترج جامد في الطلعه. فكينا لقينا النجمه بتاعه اللي ماسكه قارونه الدبرياج او ورا قدام سوسه الدبرياج لانها مكسوره بالشكل ده، زائد زي ما قلت تقسيمه المكنه من لمه ترس الاتزان ملخبطه جامد، وده طبعا يعمل معايا زنه ورعشه في الموتوسيكل جامده جدا. طيب يلا نفك مع بعض ونشوف ايه تاني. طبعا هو قايل لي انا مغير ورق دبرياج امبارح، فاحنا هنفك دلوقتي حالا ونشوفه مع بعض. طبعا احنا ما فكناش، يعني احنا لسه حالا بنفك. بعد كده يا جماعه هنفك مع بعض قارونه الدبرياج ونشوف الورق اللي هو راكب امبارح والباش مهندس دافع فيه 900 جنيه. طبعا شايفين الكسر مطرح ما بفك. نبص هنا مع بعض. زائد يا جماعه لان زي ما شايفين الديسك سايب لان هو مش ظابط ترس الاتزان على مجموعه الديسك، ده طبعا يؤدي معايا لرعشه وصوت مزعج جدا في المحرك. زي ما قلنا يا جماعه لان مش اي حد نقدر نخليه يفك البايب من الداخل، لان الموتور يا جماعه قلنا زي ما قلنا في بدايه الفيديو سهل جدا لصناعيه كتير لكن صعب برضو على صناعيه كتير. دي يا جماعه جزئيه النجمه اللي هي مكسوره من هنا ومكسوره من هنا، ده الجزء السليم وده جزء مكسور وادي جزء تاني مكسور. طيب ده يعتبر تاني بند. اول بند قلنا لان ترس التقسيمه مش مظبوط نهائي. طيب ايه اللي بيكسر يا جماعه الورده دي؟ اللي بيكسر النجمه دي لان بيكونش ظابط السوست مكان التقفيل. هات يا سيف بنسى. نبص هنا يا جماعه مع بعض زي ما احنا شايفين. نبص بقى النقطه مهمه جدا نركز فيها. طبعا هو بيقول لي انا مغير ورق الدبرياج امبارح. نبص هنا يا جماعه نلاقي لان في هنا ورقتين من قبل ما اطلع هون، في ورقتين راكبين على بعض، ورقه واكلها بالصاروخ بالشكل اللي احنا شايفينه ده وحاططها على الجزء الثاني بحيث اللي هو يعلي جزئيه ورق الدبرياج علشان الموتوسيكل يمشي معاه. طيب نبص هنا هنلاقي لان الورق اللي راكب محروق ورق صيني، زائد لان الورق ده يا جماعه قديم مش جديد، الورق ده ما يشتغلش بربع جنيه نفس ما احنا شايفين بالشكل ده. دي المفروض الورقه الحديد دي بتكون اول ورقه مركبها في النص، تاني خطأ
هنا الورق ده زي ما قلت الورق صيني، الورق متفحم، الورق ده مش راكب جديد نهائي. هو كل اللي عمله كالورقه نفس دي بالصاروخ، نفس الورقه الاولانيه كلها بالصاروخ، وبعد كده ركبها علشان يعلي جزئيه الورق اللي هو يمشي الموتوسيكل. والموتوسيكل بالفعل يا جماعه هيتحرك وهيبقى تمام، لكن الموتوسيكل مش هيدي الاداء اللي هو بنسبه 100%، بالعكس الاداء هيكون بنسبه 50% زائد، لان دي مش هتظبط معايا الغيارات وهتبوظ معايا الغيارات. ده الورق اللي المفروض متغير امبارح على كلام الباش مهندس. يبقى احنا كده قلنا يا جماعه اول بند هو تقسيم الترس الاتزان، تاني بند كسر النجمه، تالت بند اللي هو مركب ورق دبرياج من البدايه خالص، الورق اللي راكب في الموتوسيكل صيني، زائد لانه هو بيقول مغير امبارح ودافع 900 جنيه في الورق، والموتوسيكل هو جابه لي النهارده، يعني هو صارف امبارح وجابه لي النهارده. طبعا هو هيحب يتكلم معاكم لكن بدون ذكر اسماء بعد اذنك، بدون ذكر اسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم محمد الملاح، انا من القاهره من شبرا. طبعا هو اول امبارح المكنه لقيتها ما بتسحبش معايا على الطريق، تمام، فروحت بقى للفن اللي عندي في القاهره، ما فيش طبعا داعي. اول امبارح تمام. هو انا سمعتها امبارح منه تمام يا هندسه، ما انا هكمل لحضرتك. تمام، فرحت له اول امبارح يا هندسه في كذا كذا، ركب المكنه جربها، قال لي يا باشا احنا هنحتاج كورونا ورا دبرياج. قلت له يا باشا مفيش مشاكل، هتحتاج ايه؟ قال لي هحتاج 900 جنيه. قلت له اتفضل 900 جنيه اهو. انا رحت له من الساعه حوالي 7 اول امبارح بعد الفطار على طول، تمام، ماشي من عنده حوالي الساعه 1 بالليل، ركبت المكنه مش مظبوطه، فرحت مشوار لحد مدينه نصر، المكنه راحت واقفه مني، لا عايزه تمشي يمين ولا شمال. فكلمت اخو المدام عندي، جه سحبني بالمكنه اللي عنده، خد يا عم المكنه فيها كذا كذا مش عايز. قال طب سيبها لي وايه وتعالى خدها بكره. يمكن انا والله امبارح انا وديتها له امبارح حوالي الساعه 12 بالليل، تمام، واخدها النهارده منه بعد الفطار على طول. برده مشيت بالمكنه فمش عجباني، والراجل اللي انا مديله 900 جنيه للامانه اداني منهم 100 جنيه، قال لي لا يا باشا انت فاضل لك 100 جنيه 100 جنيه. عملت ايه يا عم؟ اللي انا غيرت ورق دبرياج ما غيرتش كورونا. طب ماشي يا عم. فطبعا كلمت ناس اصحابي هناك، قال لي بص عشان تريح دماغك تروح للهندسه في مشتول السوق، هو مش بعيد عليك، وروح وان شاء الله الراجل هيظبط لك المكنه. واديني جيت للهندسه اهو. بصراحه يكفي بس المقابله بتاعت الناس والاحترام بتاعت الناس، وربنا يسترها علينا، وكويس ان الحمد لله الواحد سليم يعني. فمش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في لو جنيه اتاكل كده ظلم، يعني مش اكتر ولا اقل. طبعا يا جماعه زي ما سمعنا بالباش مهندس. طيب الفيديو ده يا جماعه هدفه اللي احنا يا جماعه ما نسيبش الموتوسيكل لاي حد ما نكونش واثقين فيه. زائد برضو زي ما قلت في بدايه فيديوهاتنا قبل كده، قلنا يا جماعه لو صنايعي بنسبه 99% ما امنوش اللي هو يفك لي المحرك. طبعا احنا فكين المحرك خطوه بخطوه ومصورينها خطوه بخطوه واحنا مع بعض. الراجل دافع 900 جنيه في حاجه ما ركبتش، حاجه اتعملت على الصاروخ وعلى النظام ده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، والكورونا زائد المكنه متقفله من جوه فيها تكسيرات، المكنه ملخبطه جدا. طبعا باذن الله احنا هنلم له الدنيا وهنظبط له كل حاجه باقل التكاليف ان شاء الله، وهنرجع له المحرك كما كان. لكن يا جماعه هدفنا في الفيديو اللي احنا نخلي بالنا من الصنايعي، ما نسيبش المحرك او البايك لاي فني يكون عديم الضمير وعديم برضو الخبره. يعني هو عديم الضمير وعديم الخبره، الاثنين دول متجمعين فيه بالشكل اللي انا شايفه. هو حتى بيقول لي كذا، قلت له انا مش عاوز اعرف اسمه ايه، حتى ما عرفناش اسمه. يعني انا ما رضيتش اخلي الراجل، والراجل برضو مشكورا ما جابش اسمه، والناس قاعده عندي او الزباين قاعده عندي، الراجل برضو ما ذكرش اسمه مشكورا. واحنا طبعا رفضنا اللي احنا نعرف هو مين، لكن يمكن الفيديو ده يخلي كل صناعي او كل فني يتقي ربنا في اكل عيشه. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.